اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد تك ريفيو في مكان مختلف شويه غير قعده البيت. والنهارده احكي لكم عن الدي جي اي مايك ميني. المايك ده نزل تقريبا من 6 شهور وهو مش ابجريد على الدي جي اي مايك 2، لكن في مميزات تانية مش موجوده في المايك التاني وهكذا. وهي الحكايه كلها سهوله الاستخدام. لو كنت بستخدم مايك عادي، مايك اسمه بويا اكس ام 6، وده كان محتاج طبعا الترانسميتر واسلاك وشغلانه ودوشه. فطبعا الواحد عنده الاوسمو بوكيت 3 مفيش احسن من مايكات دي جي اي ذات نفسها، لان مش محتاجه ترانسميتر. اللي عليك بس توصل المايك ده بالكاميرا عن طريق بلوتوث وخلصت الحكايه. وفي دي جي اي اختيارين، عندك تختار الدي جي اي مايك 2 والدي جي اي مايك ميني، وكل واحد ليه مميزاته. انا عن نفسي اشتريت ده لان ارخص شويه ومش محتاج المميزات اللي موجوده في الدي جي اي مايك 2. اول ميزه في الدي جي اي مايك ميني ان وزنه خفيف ومش كبير غير الدي جي اي مايك 2. تاني حاجه ان البطاريه في ده اطول من التاني، فدي برضو حاجه غريبه جدا مع ان ده حجمه اصغر. وغير كده عندك برضو نويز كانسلنج في المايك ده، كمان اوتوماتيك كليبنج، فانت لو زعقت في المايك ده هينزل الجين عشان ما يبقاش فيه ديستورشن. فدي ميزه حلوه جدا برضو في مايك كومباكت زي ده. فهم بيقولوا ان الميكروفون ده فيه اوتو جين عشان يعمل بريفنت الكليبنج او الديستورشن. فخلينا اجرب كده يا جماعه، هل الصوت واضح ولا الصوت ديستورتد؟ فالاختبار ده كنت عايز اعمله في حته فاضيه شويه، عشان يا نهار اسود فيها يا جماعه حصان جاي ماله ده؟ حد يعرف؟ طبعا عندنا في السوق مايكات تانية زي الهولي لاند لارك، المايك المدور مشهور جدا وناس كتيرة بتستخدمه. لكن انت لو بتستخدم الدي جي اي اوسمو اكشن او الاوسمو بوكيت 3، فده بتهيألي انسب مايك ممكن تجيبه، لان مش محتاج اي حاجة تانية وبتوصله على طول بالكاميرا وبيعمل كونكت في خلال ثواني. فده اللي خلاني فعلا اشتريه بصراحة. يعني سهولة الاستخدام، يعني مش هتلاقي اسهل من كده وانت بتصور معاك المايك ده يقضيك 10 ساعات مرتاح. عندكم مميزات في الدي جي اي مايك 2 مش موجوده في المايك ميني، وهي ال 32 بيت فلوت ريكوردنج. يعني ده لو انت بقى بتدقق قوي في الصوت، مش عايز يبقى فيه ديستورشن، ممكن تقلل الجين بعد ما بتسجل الصوت. لكن في ده زي ما قلت فيه اوتو كليب، فبيقلل الجين عشان يفادي الديستورشن. وكده كده انت قبل ما تصور بتتاكد من الجين وتشوف الفوليوم عالي ولا واطي. عندنا برضو ميزه في الدي جي اي مايك 2 مش موجوده في الميني، وهي الانترنال ريكوردنج. فانت بالدي جي اي مايك 2 ممكن تسجل داخل المايك نفسه كباك اب. يعني مثلا لو انت بتصور بره وحصل حاجه في السيجنال، تقدر تستخرج بعديها الويف اوديو كليب من المايك في 8 جيجا بتهيألي. لكن في المايك ميني انت وحظك بقى. بس يعني ده نادر جدا لما بيحصل حاجه غلط في السيجنال او ان المايك ما يسجلش. انت اللي عليك وانت بتصور بس بالدي جي اي مايك ميني او اي مايك تاني ان تشوف الكاميرا لو مستقبله الصوت ولا لا، وهتبقى في التمام. في ميزه ثالثه برضو مش موجوده في الدي جي اي مايك ميني، وهو ان ما ينفعش توصل له لافالير مايك، يعني اللي هي المايكات اللي بسلكه دي وبتتركب كده، ما فيش مخرج للافالير مايك. لكن في المايك 2 تقدر تعمل الكلام ده. فهي الخلاصه، لو انت عايز مايك سهل في الاستخدام وسهل وخفيف، الدي جي اي مايك ميني هو افضل مايك ممكن تشتريه، خاصه لو عندك الاوسمو بوكيت 3 او اوسمو اكشن 4 او 5. لكن لو عايز مايك للبروفيشنال يوز اكتر وعايز تتاكد ان الصوت عندك باك اب، يبقى تشتري الدي جي اي مايك 2. لكن في الحقيقه يعني على حسب ما سمعت ان مفيش فرق كبير في جودة الصوت او الميكروفون ذات نفسه. وبالنسبة للمغناطيس فقوية جدا، يعني ممكن تلبس سويت شيرت تخين والمايك هيثبت برضو معاك مش هيقع. تعالوا نشوف كده المايك ده هيجيبنا لفين. طب يا جماعة نشوف المايك شغال معانا تقريبا 100 متر كده احنا تقريبا 200 متر شغال 250 200 متر. يعني انا مش كويس قوي في المسافات، بس اعتقد ان المايك المفروض يبقى غالي. بس في الحقيقه مش محتاج يعني تبعد قوي عن المايك لو هتصور فيديو. معرفش انت لو هتصور فيديو مثلا في ملعب كوره وعايز تقف في الجون التاني وتصور نفسك من بعيد، لكن المايك شغال. اهلا وسهلا. معلش يا جماعه الكاميرا تاهت مني، بس الاختبار شكله نجح. طب في حد هيفكر زي اشتري الهولي لاند لارك ام 2 ولا اشتري الدي جي اي مايك ميني؟ وعلى حسب، لو انت عندك كاميرا تبع دي جي اي تشتري دي جي اي مايك ميني، ولو بتصور بحاجه غير كاميرات الدي جي اي ممكن الهولي لاند يبقى افضل بالنسبه لك. لان طبعا الهولي لاند
ميكروفون اصغر، عندك برضو الريسيفر صغير جدا ما بياخدش مكان كبير، لكن هي الفكره في سهوله الاستخدام والكونكشن مع اي كاميرا تبع الدي جي اي. بس يا جماعه لو عندكم اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتات. ده كان فيديو بسيط كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لايك وسبسكرايب، واكتبوا لي فكره لو عايزين تشوفوا حاجه معينه اعمل لها ريفيو.